عارف ليه اكتر فيلم من ديزني ناس كتير بتحبه هو فيلم روبنزل؟ لان روبنزل مش اميرة ضعيفة مستنية حد ينقذها اللي هو الامير بقى وراكب حصان. لا، هي بنت فضولية بتحلم تشوف العالم بره البرج اللي اتحبست فيه طول عمرها. عندها طاقة وضحكة وحب للحياة خلوك تتعلق بيها من أول مشهد. والبطل يعني مش أمير مثالي، ده شاب نصاب أصلا، بس هو خفيف الدم. بيتحول من شخص بيفكر في نفسه لشخص مستعد يضحي علشان اللي بيحبها. يعني من أكتر حاجات الحلوة في الفيلم إن أو شخصيتهم مع بعض، إيه الهزار الخناقات البسيطة بتاعتهم في مواقف خطيرة. إيه يعني في مواقف خطيرة لحد ما الثقة تتبني واحدة واحدة. طبعا مشهد الفوانيس في السماء واحد من أجمل المشاهد في تاريخ ديزني. الفيلم مليان يعني مليان رومانسية، هدوء، مليان أحاسيس. حتى الشريرة في الفيلم مش شريرة عادية، بتتحكم بالكلام والضغط النفسي، وده خلاها مخيفة بطريقة مختلفة. الفيلم طبعا جمع بين الضحك والمغامرات والرومانسية والمشاعر القوية، وعلشان كده ناس كتير شايفاه من أكتر أفلام ديزني المحبوبة لحد دلوقتي.